انا عاوزكم تتخيلوا المشهد ده. قاعدة مع طفلها اللي عنده سنة ونص، بتناديه باسمه مش بيرد، بتحاول تبص في عينيه بيبعد نظره عنها، وفي جواها حاجة بتقول لها ان في حاجة مش تمام. بس هي كل ما تقول لحد يقولوا لها استني هيتكلم، ده لسه صغير. الام دي جت عيادتي وطفلها اتشخص بالتوحد، وقالت لي حاجة لا يمكن انساها: يا دكتور انا كنت عارفة من زمان بس محدش كان مصدقني. أنا دكتور يوسف، استشاري طب الأطفال والمتخصص في أمراض تطور الأطفال، والحلقة دي علشانك أنت وعلشانك أنت. لو في جزء منكم حاسس إن في حاجة مش تمام، مش هقول لكم اطمنوا وخلاص، ولا هقلقكم على الفاضي، إنما هقول لكم إيه العلامات الحقيقية للتوحد وإمتى نتحرك. لما الناس بتسمع كلمة توحد بتتخيل طفل مش بيتكلم خالص. الحقيقة ان ده اعقد من كده بكتير. التوحد اسمه الكامل اوتيزم سبيكتروم ديس اوردر، وكلمة سبيكتروم اللي هي معناها طيف دي مش مجرد كلمة، دي وصف دقيق جدا للتباين الكبير اللي موجود في الأطفال اللي عندهم توحد. في طفل عنده توحد وبيتكلم بطلاقة وبيبقى متفوق جدا دراسيا، وفي طفل تاني عنده توحد ومحتاج مساعدة كاملة في كل حاجة تقريبا. الأرقام بتقول لنا إن في واحد من كل 36 طفل عنده توحد. يعني عشان أقربها لك كده، تقريبا معناه إن في كل فصل دراسي في طفل عنده توحد. يعني التوحد مش نادر، انما اهم حاجه ثبتت علميا من الدراسات اللي اتعملت على الاطفال كتير جدا اللي عندهم توحد، ان كل ما اكتشفنا التوحد بدري كل ما كان التدخل المبكر ليه تاثير اكبر. المخ في السنين الاولى عنده مرونه هائله بنسميها نيوروبلاستيستي. المخ بيتغير، بيتشكل، بيتعلم، والتدخل في الوقت ده بيفرق فرق مش هتتخيلوه. طب يا دكتور، بما ان موضوع الاكتشاف المبكر ده مهم قوي كده، يعني ايه العلامات المبكره للتوحد وازاي اعرفها من الاول؟ من سن 6 ل 12 شهر في علامات مهمة جدا، أولها الابتسامة الاجتماعية. الطفل الطبيعي بيبدأ يبتسم استجابة للابتسامة من حوالي الشهر الثاني. يعني لو طفلك وصل سن 6 شهور ومش بيعمل ده، دي علامة محتاج ناخدها بجدية. 2، الاي كونتاكت. الرضيع الطبيعي بيحب يبص في العيون، دي حاجة غريزية عنده مش مكتسبة. يعني لو طفلك بيتجنب العيون باستمرار، دي حاجة تستاهل الانتباه والمتابعة. البابلينج من حوالي سن 6 شهور المفروض الطفل يبدأ يعمل أصوات زي بابا ماما دادا، حتى لو ملهاش معنى. الأصوات دي مش بس تطور لغوي، دي كمان تواصل اجتماعي. الرد على الاسم من حوالي سن 6 شهور ل 9 شهور المفروض ان الطفل يلتفت لما تناديه باسمه. لو ما بيعملش كده دي علامة مهمة، لازم نطمن على سمعه ونطمن انه ما يكونش دي بداية توحد. نيجي بقى للمرحلة الأهم، وهي المرحلة اللي بعد سن السنة. هنا لازم نبص على حاجة مهمة جدا، وهي الإشارة أو البوينتنج. عشان نفهم الإشارة لازم نفهم إن في نوعين من الإشارة. أول حاجة الإمبيراتيف بوينتنج، اللي هو الطفل عاوز حاجة معينة فبيشاور عليها، يعني بيمد إيده على الأكل او على اللعبه. والديكلاراتيف بوينتنج اللي هو شوف ده، يعني شاور لك على الطياره وهي في السماء ويبص عليكي علشان يشاركك الانبساط. هو مش عاوز حاجه، هو عاوز يشارك. النوع التاني ده بقى هو اللي بيكون غايب في التوحد في كتير من الحالات، وهو ده اللي لازم نبقى مركزين معاه، ان هل اولادنا بيعملوه ولا لا. علامه تانية مهمه جدا وهي التاخر في الكلام. لو طفلك لحد سن 16 شهر ما قالش ولا كلمه واحده على الاقل، لازم نروح للدكتور. مش بقول ان كل طفل اتاخر في الكلام عنده توحد، ولكن ده سؤال انا كطبيب اطفال لازم اساله لنفسي كل ما بشوف طفل عنده تاخر في الكلام. اولا هل بيسمع كويس؟ ثانيا هل ده عنده علامات تشير الى التوحد ولا لا؟ نيجي بقى للعلامه الاخطر على الاطلاق، وهي فقدان المهارات او الديفلوبمنتال ريجريشن. يعني لو طفلك كان بيتكلم وبعدين وقف، او كان بيستجيب لاسمه وبعدين بقى مش بيرد، ده محتاج تقييم فوري، ما ينفعش نستنى عليه. برضو من العلامات المهمة اللي بتظهر لحد سن 3 سنين، وهي اللعب الخيالي او البريتند بلاي. الطفل الطبيعي بيبدأ يلعب العاب خيالية من سن 2 تقريبا. يعني يعمل مثلا ان هو بيأكل العروسة وبينيمها، بيلعب بالعربية بيسوقها مش بس بيرصها. غياب اللعب الخيالي ده علامة مهمة جدا لازم ننتبه لها كويس. الحساسية الحسية، ودي أنا عملت عنها حلقة كاملة. الطفل ممكن يكون حساس جدا للأصوات العالية أو للملمس مثلا، أو العكس مش بيحس بألم خالص زي ما أنت متعود من الطفل اللي في السن ده. الحركات التكرارية أو الستيمينج، زي مثلا رفرفة الإيدين، الدوران المستمر، المشي على أطراف أصابع الأقدام، مش أي طفل بيعمل حاجة من الحاجات دي يبقى نقلق، ولكن لو مستمرة ومؤثرة على حياة الطفل اليومية ده يستاهل مننا تقييم. هنا بقى
عاوز اقولك على بعض الافكار الغلط اللي شفت كتير من الاهالي بيعملوها للاسف وبتاخر التشخيص. زي مثلا هو ولد، الولاد بيتاخروا، ده مش حقيقي طبعا، ومش عذر اصلا ان احنا ما نتصرفش. او ان ده جده كمان كان اتكلم متاخر، هو طالع متاخر ليه؟ التاخر وراثي طبعا، ده ممكن يكون حقيقي، بس ده ما يمنعش وجود سبب تاني. هو بيبص في عينيا يبقى مش توحد؟ لا طبعا، الاي كونتاكت مش لازم يبقى غايب خالص في كل الاطفال المتوحدين، وعدم وجود علامه واحده مش بتنفي التشخيص. طيب بما ان احنا بنتكلم مع التشخيص، خليني احكي لك ازاي التشخيص بيتعمل. التشخيص بتاع التوحد ده ملوش ولا تحاليل دم ولا اشعه، يعني مفيش جهاز بيقول لك الطفل ده عنده توحد او ما عندوش. التشخيص ده تقييم سلوكي شامل بنعمله بادوات علميه دقيقه، وانا شخصيا كاستشاري طب اطفال متخصص في الجزء ده جزء من شغلي اليومي. يعني دلوقتي هوريكم مثال حقيقي مثلا من شغلي. الاداه اللي بنستخدمها وهي ادق اداه موجوده حاليا في العالم يعني اسمها ايدوس 2. الايدوس 2 اللي هو الكتيب بتاعها زي اللي انتم شايفينه ده بيبقى ليه الوان مختلفه، كل لون لمرحله عمريه مختلفه، لان طريقه التقييم بتتغير حسب سن الطفل. بنعمل ايه بقى في الجلسه دي؟ نقعد مع الطفل وبنعمل معاه انشطه والعاب شكلها يبدو عادي، بس هي في الحقيقة كل نشاط منها مصمم علشان يظهر حاجة محددة في الطفل. فمثلا بقدم له لعبة واشوف هل هيشاركني الانبساط بتاعه ولا لا، هل هيبص فيها، هيطلب مساعدة لو احتاجها، وابدأ ادي سكور لكل نشاط من الانشطة اللي الطفل بيعملها دي بناء على طريقة استجابة الطفل. وفي الاخر بنجمع السكور ده مع الملاحظات الشخصية اللي احنا لاحظناها على الطفل، ومع تاريخ مرضي كامل بناخده من الاب ومن الام. وفي التاريخ ده بنسال بقى عن كل الحاجات اللي اتكلمنا عنها النهارده. امتى بقى بدا يتكلم، فقد مهارات ولا لا، ازاي بيلعب، ازاي بيتعامل مع التغيير. المهم التقييم ده بيجمع كل الصوره مع بعض، كل الحاجات دي جنب بعض، وبعدها بيجي التشخيص او عدمه. ولو حاسين ان في حاجه مش تمام في ابنكم، ما تستنوش تشخصوا بنفسكم انتوا يا جماعه من على الانترنت او من على الذكاء الصناعي. كلموا دكاتره الاطفال بتاعتكم وهو هيوجهكم للخطوه اللي جايه. في النهايه قلقك كأم او قلقك كأب ده مش هستيريا ومش مبالغه، انتوا تعرفوا طفلكم احسن من اي حد. وحتى لو ابنكم او بنتكم اتشخصوا بالتوحد ده مش نهايه، يعني انا شفت اطفال اتشخصوا بدري وخدوا الدعم الصح ووصلوا لحياة مستقلة وسعيدة وناجحة. الفرق كان في قرار واحد بس، ان الاهل اتحركوا بدري. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تشتركوا على القناة وتشاركوها مع اي اب وام عندهم نفس القلق ده. انا دكتور يوسف ودي قناة دكتور كيدز، اشوفكم في الحلقة اللي جاية.